السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده ان شاء الله هوريكم اشترينا ايه علشان الاسبوع ده مع منيو الاسبوع. حاجات كتير، يلا نبتدي على طول. ما تنسوش كمان تدوسوا على سبسكرايب او اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد من القناه. هبتدي اول حاجه بالخضار. جبنا هنا طماطم وبطاطس وبتنجان عشان عايزه اعمل بتنجان مخلل تاني وخيار. بالنسبه للفاكهه جبنا كمثرى. الكمثرى دي كان طعمها جميل جدا، العيال خلصوها في يومين فجبنا منها تاني. مانجا، توت مع فراولة وشوية من الموز. جبنا هنا كمان تورتيلا وعيش عربي، خبز الحليب اللي هم بيحبوه، توست بالحليب ليهم وتوست اسمر ليا. جبت كمان هنا رز بسمتي الوليمه، انا بحب اجيب الوليمه او ابو كاس اللي عليه عرض فيهم بشتريه، وكورن فليكس عشان اللي عندنا خلص. وجبت تاني من ده اللي هو نيتشر فالي البروتين، فيه نسبه بروتين عاليه حوالي اعتقد 10 جرام. فعجبني وعجب الاولاد وبيشبع يا جماعه، فانصحكم ان انتوا تجربوه. هنا كمان جبنا حاجه الفطار. جبنا انا بحب دي اللي هي الجبنه المدخنه، وهنا جبنا الجوده العاديه. جبنا كمان اللي هو الروم المدخن، بس هي دي كانت اوريدي اللي هي بيكون هم اصلا مكيسينها وحاطينها على جنب، فاحنا عايزين ربع كيلو، فتقريبا زوجي جاب كذا واحده علشان تعادل نفس الموضوع، وجاب موتزاريلا. هنا جبنا الزيتون. الزيتون ده هما بيحبوه جدا، اللي هو الزيتون المحشي النوع ده اللي هو اسمه زيتون تركي. جبت هنا سمنه فارم، دي بحبها جدا، اقرب حاجه للسمنه البلدي. شويه من المايونيز ده كان عليه عرض. نوتيلا، زبده فول سوداني من امريكان جاردن. جبنا نسكويك عشان اللي عندنا قرب يخلص وكان عليه عرض برضو. دانت بغزل البنات، ودانت الحب اللي هو بالفانيليا، واتنين من الزبادي اليوناني ده اللي انا بحبه. بحب ان انا اكله كمان لو على السحور. انصحكم ان انتوا تجربوه لانه بيشبع جدا وغني جدا. هما عايزين ده حاجه حلوه، انا جبته مره قبل كده مش عارفه شفتوه ولا لا، اللي هو اسمه هيتشلر، عباره عن بونبوني بيكون معاه ستيكرز تاتو، فبيعجبهم جدا طبعا. جبت الحليب العضوي، انا اول مره اجربه بس عجبني ان هو خالي من الهرمونات والمواد الحافظه، فيا رب يعجبهم ان شاء الله. جبت كمان هنا الجوانتيات، انا بحب استخدمها وانا بقشر بصل توم، بستخدم لحوم عشان ايديا تفضل نظيفه. وخلي بالكم ان هي تكون خاليه من البودر عشان البودره دي بتعمل حساسيه جامده جدا لناس. والقهوه بتاعتي جبت ريد او راجون ريد للصراصير، الصيف دخل فاحتياطيا كده بحب اخلي عندي، وبحب اللي هي ليها حته دي عشان تنزل لو في اي حاجه تحت ادراج او حاجه زي كده. جبت كمان ورق زبده بليدج، انا اول مره الاقي اللي هو بالبرتقان ده فقلت اجيبه اجربه. اريال بامبرز لميزو، انا الحمد لله ميزو اتعلم البوتي، بس واحنا خارجين احتياطي بحب البسه بامبرز، عشان كده بحب اجيب اللي هو البول اب ده علشان يقدر ان هو واحنا بره برضو يروح الحمام فيكون سهل ان هو يتقلع ويتلبس. اكياس زباله. وعايزه اقول لكم على دول يا جماعه مناشف للمطبخ، دول 8 كانوا ب10 ريال. عجبني قوي الاشكال بتاعتهم، جميله، تتحط بقى على تحط على البوتاجاز، فعجبتني قوي. هنا كمان في حاجه عن شم النسيم بقى والاستر، هابي ايستر. وكمان جبت دول اللي هو الجوانتي والماسك بتاع الفرن، حجاره عشان زينه رمضان. ان شاء الله هنزل لكم الفيديو ده قريب، مشترياتي لزينه رمضان. اخر حاجه في المشتريات هنا جبت هنا بلح سكري، انا بحب البلح ده اللي هو اسمه مزارع النخيل. انتقلنا بقى للناحيه التانية، اعمل سمك مع رز الصياديه. جبت كده بهارات معاها بيستخدم كيس فرن، فعايزه اجرب الوصفه دي. عايزه اعمل كوردون بلو، فمحتاجين رومي مدخن، سلايسز من الجبنه موزاريلا، وعايزه اعمل فوتوتشيني بالجمبري، فجبت هنا فيتوتشيني وكريمه مطبخ وانا عندي الجمبري. وصفه سهله جدا ان شاء الله هوريها لكم في يوم من الايام. وكمان طبعا الفراخ دي علشان الكوردون بلو. وكمان عايزه اعمل مكرونه بالبشاميل، عندي كل حاجه، كان ناقصني بس
اللحمه المفرومه، وعايزه اعمل فاصوليا خضراء مع فراخ بلدي ورز. عندي الحمد لله الفراخ البلدي، فكان ناقصني الفاصوليا الخضراء. والشوربه دي جربتها مع اولادي عجبتهم جدا، فلو تحبوا ان انتوا تجربوها مع اولادكم. ده كل حاجه في المشتريات النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وفكرته تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. سلام عليكم.